مساء الخير شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ميرسي قوي طبعا تاني على الناس اللي سألت عليا، انا كنت تعبانة شوية يعني. الفيديو ده بمنتهى البساطة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، انه احنا هنتكلم عن المعبد المصري. ايه المعبد المصري ده يعني؟ ليه يعني؟ المعبد المصري ده هو المكان اللي بيلتقي فيه الإله بشعبه، المكان المقدس. زي ما انت دلوقتي بتحب ان انت تصلي، الصلاة صلة بيك ما بينك وما بين ربك، فممكن تصلي في الجامع، ممكن تصلي في الكنيسة، ممكن تصلي في اي مكان يعني. فكانوا بيشوفوا الاماكن اللي بتعبد فيها آلهة، او يعني ليها اله حامي هذه المنطقة، يقوموا عاملين له ايه؟ معبد يعني. بس المعبد دوت ما كانش مجرد معبد يا جماعة، يعني مش مكان كده نقف ونصلي فيه وهنتكل على الله، لا لا. ده كان فيه على قمة المعبد دوت حاجة اسمها مجلس العشرة. مجلس العشرة ده يعني هم 10 كهنة، هم مسؤولين عن المعبد ده. مش لازم يكونوا كهنة آمون، ما هو ممكن يكونوا كهنة إله تاني، كهنة بتاح، كهنة whatever، بس هم 10 لازم يكونوا 10. وما يخترقش ال10 دول أي حد. ولو حد من الكهنة دي مات، ابنه يورث شغله. بيجي تحتيهم اللي هم الكهنة الأصغر سنا، اللي هم المساعدين بتوعهم. وبعدين بعد المساعدين دول بيجوا اللي هم الكتبة. وبعدين بعد كده بيجوا المسؤولين عن تنظيم المعبد، وهلم جرى بقى. فكان في معبد مثلا آمون، معبد الكرنك، كان فيه حوالي 8900 وحاجة كاهن يعني، 8000. والموسيقيين والفلاحين والنجارين وكل اللي انت عايزه قوله. في المبنى بتاع المعبد نفسه اللي احنا بنخشه ده، اللي احنا بنشرحه للناس، وحوالين المعبد ده في سور داير كده. وجوه السور دوت كانت بتبقى فيه ايه بقى؟ بيوت الكهنة، وكان بيبقى فيه النجارين والجوهرجية والمزارعين وبيوت المزارعين ملاصقة للسور ده. وكان السور ده تملي بيبقى فيه 4 فتحات، 4 مداخل. مدخل للملك نفسه في الاحتفالات الكبيرة، ومدخل لعامة الشعب، ومدخل للكهنة نفسهم، ومدخل للمركب المقدسة بتاعت الإله. وعلى كل مدخل كان بيبقى فيه 2 قبضيات كده محترمين يعني، حراس. فمثلا انا جايه واحده من عامه الشعب، انا عارفه ان المدارس جوه المعبد، فانا رايحه مثلا ايه، واخده ابني او بنتي رايحه اقدم له في المدرسه. فهيقابلني بقى اللي واقف ده على اللي هو من مدخل عامه الشعب ده، الحارس بقى، هيقول لي رايحه فين حضرتك يا فندم؟ والله انا رايحه اقدم لابني في المدرسه. يعني ما انتش هتخش المعبد؟ لا والله مش هخش المعبد. قال لي عموما لو انت حتى عايزه تخش المعبد، ومش هخش المعبد ايه ده، انا اخش المعبد في الفناء الخارجي، انا ماليش ان انا اخش جوه. حضرتك هتخش تنزلي في البحيره دي، تتطهري قبل ما تخشي المعبد ده، قبل ما تلمسيه. اذا البحيره حضرتك مش لكاهن واحد ينزل زي ما احنا بنحكي او كنا بنحكي، لكن هي البحيره ديت لعامه الناس اللي ناويين يخشوا المعبد. لازم ينزل يتطهر في البحيره دي قبل ما حضرتك تلمس المعبد ده وتعدي البيلون الاولاني او الصرح الاولاني. تمام. فالمعبد دوت كان ليه خدام، وخدام تقيله، ومش هزار، ما بيهزروش الناس دي، عارفه شغلها عامل ازاي، وموسيقيين وكاهنات وموسيقيات وعازفات، وحاجه جامده قوي 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 يعني. يعني الموسيقيين حوالي كانوا حاجه و60 واحد يعني، حاجه و60 نوع، حاجه و60 نوع، مش حاجه و60 واحد، انا اسفه. اذا هنا المعبد ده كان عباره كده زي ما تقول كده ايه، مول كده كبير، تلاقي خليه نحل شغاله جوه.
ايش اللي بيزرع وايش اللي وكل معبد كان ليه ثروته، يعني الغيطان بتاعته والأراضي بتاعته والماشية بتاعته والكفر فار اللي هو مش عارفة بيقول عليه ايه بالعربي، اللي هو الكنوز بتاعته. ده كل معبد ده كل واحد ليه بقى وضعه، يعني كل معبد ليه وضع. إذا المعبد هو الجزء المهم جدا في البلدة، سواء العاصمة أو whatever. هو الجزء المهم، هو ده المهم، لأن هو ده اللي فيه الكلام الكبير بقى كله يعني، والقرارات كلها بتطلع من جوه، والكتبة جوه يقولوا إيه، اللي هم الجيج، الحكام يعني، القضاة. فالدنيا مش سهلة يا جماعة. فأنا كان لازم لما نيجي نتكلم عن المعبد مبدئيا كده نقول الكلام ده. والله بقى كل أعمال الجاي عايز بقى يعني يتقرب إلى الإله بتاعه، يروح عامل له مقصورة، يروح عامل له تمثال، يروح عامل له حاجة زي ما في معابد الكرنك كده مثلا يعني. دي فكرة عامة عن المعبد المصري. احنا اتفقنا ان كل الكتبة كانوا جوه المعبد، كتبة بقى اللي هم بيعلموا في المدارس، ولا الكتبة اللي هم بتوع الضرايب، ولا الكتبة اللي بيحسبوا، ولا الكتبة اللي مسؤولين عن الأفران والخبز. ما هو الكتبة دول كذا نوع، ما عدا الكاتب الملكي اللي هو في المتحف المصري، ده اللي كان قاعد على طول، ده مرابط ده في القصر الملكي لتسجيل كل ما يحدث في القصر الملكي. أتمنى تكون دي فكرة بسيطة خدتوها كمقدمة عن المعبد. المعبد هو المعبد ذات نفسه بقى، مبنى المعبد نفسه ده بيت الإله، يعني ده اللي اتولد فيه الإله. فعشان كده عندنا قدس الأقداس، وعندنا صالة الأوفراند اللي هي صالة القرابين، وبعدين عندنا صالة الأعمدة، وبعدين عندنا الفناء الخارجي اللي هو منه بيظهر الإله في الأعياد الرسمية على الشعب بتاعه. الشعب ما كانش من حقه ان هو يتعدى الفناء الخارجي خالص. هو اللي عايز يروح يزور الإله يعني يتقرب له ويتوسل إليه، كان بيبقى في الفناء الخارجي. احنا نعرف انه البحيرة المقدسة مفيش حاجة اسمها بحيرة مقدسة، البحيرة ديت كانت للتطهر إذا كنت حضرتك هتخش تقضي أي طقوس ما في المعبد. شكرا جزيلا.